مساء الخير. خلي بالكم أنا مش جاي أكلمكم عن إن مصر أنشأت أو دخلت أسرع قطار كهربي في العالم والأول في أفريقيا، ولا عن إن ده هيزود السياحة والاقتصاد والتجارة، لأن كل ده معروف واتقال واتكتب مليون مرة. لكن أنا عايز أكلمكم عن المجهود الجبار اللي محدش واخد باله منه، عن الطريق نفسه اللي القطار ده ماشي عليه، عن الجبال أو الجبل اللي اتشق علشان يمشي القطر ده، وعن تعب وعرق رجالة مصريين شغالين في صمت بيبنوا حاجة محدش في الدنيا كان متخيل إنها تتعمل بالشكل المهيب ده. تخيلوا معايا لما تبقى قدام جبل كبير وضخم ويقرروا إنهم هيشقوه علشان يعدي القطر الكهربي منه، مش يعدي فوقه ولا حواليه، لا يعدي من جواه. انتم متخيلين؟ ولما تيجي على منطقة بين هضبتين المسافة بينهم حوالي 600 متر، بدل ما يقولوا مش هينفع عملوا كوبري خور مايو، واحد من أطول الكباري الخاصة بالقطارات في العالم كله، ارتفاعه حوالي 90 متر عن الأرض. ده مش مجرد مشروع نقل يا أصدقائي، ده حرفيا قناة سويس جديدة في البر. رجالة مصر حفرت في الصخر حرفيا علشان تعمل طريق يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ويفتح شريان جديد للتجارة العالمية من جوه مصر. وبيني وبينكم كده، اللي كانوا بيحلموا يربطوا تجارة الهند بالبحر المتوسط بالنقل البري، مصر سبقتهم وقتلت الفكرة قبل ما تتولد. فاوعى يوم تنسى تقول تحيا مصر يا أصدقائنا المحترمين بكل فخر واعتزاز.